قبة فولاذية تلمع، مدرجات تهتز، وعشب أخضر يلمع تحت أضواء ليست كالعادة. لكن قبل أن نكشف السر، سؤال لكم: هل يمكن لملعب أن يغير صورة كرة القدم في بلد كامل خلال ليلة واحدة؟ كان هناك ملعب قديم له تاريخ طويل. في أغسطس غشت 2023 بدأت الجرافات تهدمه صفحة تطوى لتفتح أخرى أكثر جرأة. ما الذي يميز هذا الملعب؟ هذه الأرضية ستشهد أيضا قمم كأس إفريقيا 2025، الافتتاح، ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي ذاته، وفق ورقة الحقائق الرسمية للكاف. حكاية ليلة بخمس لقطات. هذا الجمهور في الرباط يكتب سطرا يروى للأجيال. لماذا كانت ليلة الرباط فارقة؟ أي مشروع ضخم له وجه آخر؟ ثارت تساؤلات في شتنبر 2025 حول تحويل عمال من ورش مستشفى ابن سينا مؤقتا للمساعدة في تسريع أعمال الملعب. أسئلتنا لكم متتبعين الكرام: لماذا يستحق أن تشاهد الأحداث القادمة هنا؟ قناة آرك، حيث يلتقي عبق الثقافة المغربية بجوهر التسامح. هنا نروي الحكايات، نكشف الجمال، ونبني جسور التفاهم بين الماضي والحاضر، بين المغرب والعالم. إذا كنت تؤمن بقوة الثقافة، بقيمة الحوار، وبجمال الاختلاف، فأنت في المكان الصحيح. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس، لأن رحلتنا بدأت الآن.